اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، يا رب تكونوا في أتم صحة يا رب وأفضل حال. طمنوني عنكم تحت في الكومنتات. الأول شكرا لكل حد لطيف جميل بيكتب لك كومنت حلو زيه، وأهلا وسهلا بكل المشتركين الجداد في القناة. ربنا يا رب يسعدكم أضعاف أضعاف ما بتسعدوني بكومنتاتكم الجميلة دي وكلامكم اللي بيشجعني ده، لدرجة ان انا حتى النهاردة مش قادرة وقمت برضو صورت معاكم بس لمجرد الدعاوي اللطيفة اللي انتوا بتدعوها لي. بجد 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 ربنا يرزقكم اضعاف 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 ما بتدعولي يا رب. قبل ما نبدأ بس الفيديو خالص تعزينا طبعا في لاخواتنا في ليبيا، واللهم اجرهم في مصيبتهم، وربنا يا رب يعدي الازمه دي على خير، طبعا بسبب العاصفه اللي هي دانيال دي. هي العاصفه متجهه من اليونان لليبيا وعلى داخله في غرب مصر. دلوقتي احنا في العاصفه هنا من امبارح، وخصوصا طبعا غرب مصر اللي هي مطروح واسكندريه واللي هو الساحل الشمالي، يعني اللي هو منطقه البحر المتوسط كلها. فربنا يا رب يعدي الازمه دي على خير، اللهم امين. احنا هنا في العاصفه من امبارح الجو شبوره جدا جدا في اسكندريه وعلى البحر المتوسط، يعني لو حطينا ايدينا كده احنا مش بنشوف حاجه. الجو عاصفه والجو ريحته وحشه قوي. الجو فيه ريحه حاجه وحشه في الجو، وفي تراب بقى وفي يعني طاقه سلبيه كده، فاهمين؟ ولكن طبعا احنا هنضحك على نفسنا برضو ونقول لا الحمد لله، يعني كله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، يعني اللي مكتوب له حاجه هياخدها حتى لو عملت يعني ايه، اسمها ايه، استعدادات ايه بالذي وعملت ايه يعني. بصوا اينما تكونوا يدرككم الموت. فالحمد لله طبعا يعني، وربنا يكفينا شر فواجع الاقدار، اللهم امين يا رب. بصوا بقى، النهارده يوم العاصفه اللي هو اليوم التاني، النهارده التلات ان شاء الله. وانا هنزل لكم الفيديو النهارده باذن الله، ولكن انا بقى قايمه النهارده الساعه 5 بعد العصر. اللي هو الواحد مش قادر يقوم، الجو فيه حاجه غريبه، هبوط بقى فظيع. لكن خلاص يعني ايه، اللي هو استعاذنا بالله كده من الشيطان الرجيم. انا اصلا حاسه ان انا بكلمكم ومش قادره مش قادره اتكلم، يعني حاسه ان روحي رايحه مني. فطبعا يعني الله المستعان. قلت خليني اقوم كده واتنشط معاكم عشان كلامكم الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي ده ما احرمش نفسي منه كده في يوم. فقلت خليني اقوم كده واتنشط معاكم. طبعا كنت محدده ان انا هعمل حاجات معينه النهارده وامبارح، يعني امبارح كنت صاحيه من النوم محدده ان انا هعمل البلكونات اللي على الشارع عندي وهكنس السلم وامسحه. ولكن طبعا لما لقيت العاصفه قلت انا مجرد بس ما اخلص يعني في العاصفة دي ولا كأني عملت حاجة، كل حاجة هترجع تتطرب تاني. فرحت قافلة وقلت لا خليني بكرة ان شاء الله. فجيت بقى النهاردة لما صحيت يعني وكده لقيت برضو في كمية تراب داخلالي، فرحت مقفلة كل الشبابيك وبرضو معرفتش ان انا اعمل البلكونات ولا عملت اي حاجة من اللي انا ايه كنت مخططة ان انا اعملها. داخلة بقى كده المطبخ في امان الله لقيت كمية تراب على الرخام، مش قادرة. يعني انا امبارح كنت محدده يعني انا كنت محدده النهارده حاجه وامبارح كنت محدده حاجه تانية. بصوا التراب جوه عامل ازاي، تراب فظيع. فقلت خلاص خليني ايه المع كده الرخامه، ومش هلمع اللي هو دواليب المطبخ النهارده ولا حاجه لان كده كده هتتبهدل ولا كاني عملت حاجه. فقلت لا خليني هلمع كده الرخامه واحاول انظم كام ظرفه مثلا كده من الدولاب مع بعض، ظرف يعني من جوه الدولاب، بحيث ان هي ايه التراب ان شاء الله مش هيوصل لها، وهتبقى تنظيم، مش مثلا مسح او تلميع، لا تنظيم. ولكن بس اللي على الرخامه انا استخدمت هنا البخاخ ده، حطيت فيه شويه كده صغيرين كده من البريكس، او ممكن تستخدمي اللي هو الديتول. البريكس اللي عندي اللي هو بالصنوبر ده ريحته لطيفه وبيعقم جدا بصراحه، واكتشفت ان هو بيلمع الاستانلس. يعني عملت بيه امبارح البوتاجاز. طبعا البوتاجاز عندي بيبقى ستانلس، بصوا بجد بجد مخليه تحفه، يعني بيلمعه. وبعمل بيه هنا مثلا بصوا الكاتل بيخلي لي الكاتل نضيف جدا، وحتى التوستر ده بديله برضو مسحه بيه بيرجع نضيف جدا. المهم لو تعرفوا تقولوا لي انضف التوستر من جوه بايه، انا حاسه ان هو فيه دهون جوه بس انا مش عارفه انضفها بايه بصراحه، فلو تقدروا تفيدوني يا ريت. انا هنا لمعت الرخامات وقلت خلاص خليني اخد درج المعالق ده. مش هخبي عليكم الدرج ده بقى له كتير قوي ما اتمسكش وما اتفتحش اصلا، فقلت خليني ايه يعني خليني ان انا انظمه النهارده. يعني في 10 دقايق كده واقل هيكون ايه خلصان.
المهم بقى عايزة اقول لكم على حاجة حلوة كنت بعملها كده من قبل ما اتجوز. اللي هي مهمة كل يوم في ربع ساعة، يعني نص ساعة مثلا او ربع ساعة تحدديها في يومك كده كل يوم، دي للتنظيم. هتمسكي اي حاجة عندك مثلا مش مترتبة وتمسكي ان انتي ترتبيها، وتحددي لنفسك ربع ساعة او نص ساعة بس اللي هتعمليها فيها. يعني مثلا درج المعالق ده ما ياخدش في ايديا 5 دقايق، فقلت لا خليني اعمله كده بسرعة. ولو انت من الناس اللي هي بتتلكع بقى كده وايه وعلى مهلها كده بقى وهي بتعمل، فانت ممكن تعملي ستوب ووتش. انا والله بشتغل على التايمر بتاع البوتاجاز يا جماعة. بحدد مثلا ربع ساعة، اقول ايه انا هخلص الاكلة دي اللي هي تجهيزات الاكلة دي في ربع ساعة، واقوم عاملة التايمر بتاع البوتاجاز. اول ما يخلص بقى ابقى متضايقة، يعني بحاول ان انا انجز الحاجة اللي انا عايزاها في الوقت اللي انا عايزاه. بس طبعا تخلي بالك ان الوقت يكون يعني على قد الحاجة، لان انت لو حطيتي مثلا مهمة كبيرة في وقت قليل وانت ما انجزتيهاش، انت هتحسي ان انت محبطة. وفي نفس الوقت لو عندي مثلا مهمة صغيرة مثلا زي درج المعالق ده، رحت انا محدده له مثلا تلت ساعة، لا ده كتير قوي عليه. هتحسي ان انت بقى بتضيعي وقت كده، ومش هتحسي ايه بالحماس اللي هو لا انا عايزة انجز في ال5 دقايق بالظبط. فطبعا الفكرة دي مشهورة اللي هي اسمها فلاي ليدي. اللي منكم يعني مش عارفها، احنا ممكن نطبقها مع بعض ونعمل كده كل يوم حاجة مع بعض في ربع ساعة او نص ساعة. دي سلسلة كده ان شاء الله هعملها معاكم. بكرة ان شاء الله هنعمل بقى ايه. كنت محددة كمان النهاردة ان انا هعمل الضرفة اللي هي تحت الحوض اللي هي ضرفة المنظفات دي. ولكن يعني الوقت خلاص بقى، كنت هبطت وجالي هبوط، وانا يعني مع الحمل وكده ان انا اصلا بكلمكم وحاسة ان انا حد بيجري ورايا، حاسة ان انا روحي بتنقطع كده مني. فبكرة بقى ان شاء الله هعمل الضرفة اللي هي تحت الحوض. والنهاردة برضو عملت الضرفة اللي هي بتاعة الخزين، مش عملتها يعني، عملت جرد كده للحاجات اللي موجودة عندي والحاجات اللي مش موجودة عندي، بحيث ان شاء الله جوزي مثلا لما يجيب حاجات اللي انا محتاجاها بكرة او بعده او بكرة يعني ان شاء الله، اقول له يجيب حاجات اللي انا محتاجاها. لقيت ان انا عندي حاجات اصلا كنت كاتباها في الطلبات وهي اصلا انا مش واخده بالي ان هي محطوطه. فدي بقى فايده التنظيم. اوعي ابدا تنزلي تجيبي مثلا مشتريات او حاجات للبيت وانتي اصلا مش عارفه ايه الموجود عندك. هتحسي ان انتي بتجيبي حاجات على حاجات وخلاص، وهتحسي ان انتي عندك حاجات بتتهدر بطريقه مش طبيعيه، وده طبعا حرام. يعني كل حاجه هنتحاسب عليها. فاصلا يعني مسكت كده، يعني نظمت كذا حاجه من الحاجات اللي هي الموجوده عندي، بحيث ان انا ابقى عارفه ايه الموجود. مسكت برضو هنا الدرج اللي هو بتاع فوط المطبخ ده، وده الدرج الاخير بقى، ده رفيع كلها مطبخ كلها ايه مش بستخدمها كتير قوي. فلا دي يعني ما عنديش حل لها غير كده. الاكياس يا جماعه بصوا، كميه الاكياس دي بتعصب وبتعمل دوشه كده وحاجات غريبه. بصوا بقى، كان عندي هنا كيس فيه فلفل اسود وفلفل وكمون وقرفه على جنزبيل، وشويه اكياس كده فيها حاجات رفيعه. دي كانت زياده عندي حاليا، فانا كنت حطاها كده في الاكياس من غير منظمات ولا حاجه. حسيت ان الجو مكركب والدنيا بايظه كده، حسيت المنظمات لا بتنظم وبتدي روح حلوه كده للمكان والله. فرحت ماسكاهم كده حطاهم في علب صغيره على قدهم. وجبت كمان علب اللي هي الخزين دي، حطيت فيها واحد سكر، والتاني كان عندي ورق لوري كده كتير فرحت برضو حطاه. ولقيت ان انا عندي اصلا كريم شانتيه محطوط في باب التلاجة، وانا كنت كاتبه في الطلبات اللي انا عايزه كريم شانتيه، شفتوا بقى. ولقيت كيس كمان الكريم شانتيه كده صغير فرحت حطاه. ولقيتني برضو ان انا كاتبه ان انا عايزه رز مطحون يعني وكده، عشان عايزه اعمل كفته. وانا اصلا عندي في التلاجة رز مطحون. فشفتوا بقى، فعلا لما ايدينا تكون في الحاجة اول باول، ولما يكون مثلا يعني منظمين احنا عايزين ايه بالظبط، بتفرق جدا. فطبعا انا بدل لما كنت هجيب مثلا كيلو رز مطحون، لا هجيب نص بس. دخلت هنا بقى على غسالة الاطباق، لميت كده كل اللي فيها وحاولت ان انا ارجع كل حاجة مكانها. وبرضو من الحاجات اللي عملتها النهاردة، كان عندي اكتر من طقم عشا موجود في المطبقية. يعني 1 2 3، كنت مستخدمة 4 أطقم عشا. فرحت مرجعة كله وطلعت طقم واحد بس. وهنا طبعا الكوبايات اللي انا بستخدمها بشكل يومي بصفيها وبعدين برجعها هنا في المطبقية. واخر حاجة بقى قلت ايه، خليني اكنس الارض وكده. بصراحة يعني كنت خلاص حاسة ان انا جبت اخري، يا دوب هعمل الغدا. وان الغدا النهارده كان يعني سهل، فانا يا دوب لسه بعمل لكم الفويس اوفر وهقوم دلوقتي اعمل الغدا. احنا بنتغدى يعني متاخر شويه.
فبس كده ده الفيديو بتاع النهارده. نسيت اقول لكم حاجه مهمه بقى، ان انا اموره ودي قناتي، ولو لسه لاول مره بتشوفوا القناه اضغطوا اشتراك الموجوده تحت باللون الاحمر، ولايك للفيديو لو عجبكم، واستودعكم في رعايه الله، مع الف سلامه.